عملت البسبوسة ودي كانت النتيجة، قطعتها وجبت لكم الأطراف وقلبتها كمان من ظهرها، هتشوفوها كلها لون واحد. شوفوا الجمال قد ايه. كل الحكاية انك تمشي على تكنيك كده، يعني لو ما بتنجحش معاكي هتنجح معاكي من أول مرة، وإن شاء الله تعجبك. لايك وشير واشتراك في القناة عشان الكل يعرف يعمل بسبوسة ويعرف أسرارها وتركاتها. خير يا بنات، النهارده بقى هنعمل بسبوسه. ايه رايكم؟ علشان في بنات كتير ما بتطلعش معاهم كويسه. انا هقول لكم بقى الطريقه اللي انا جربتها اكتر من مره وطلعت كويسه جدا. يعني اي حد بيعمل بسبوسه تطلعش معاه حلوه يجرب الطريقه دي ان شاء الله تنجح معاه. هنقول المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقول نص كيلو سميد خشن. طب هو بس، ولازم ما يكونش عليه اي حاجة تانية لان بيغشوه بيحطوا عليه دقيق. هنعرف ازاي؟ هنمسك شوية الدقيق كده كده ونمسكهم كده في ايدنا كده اهو ونسيبهم. بصوا، مفيش هنا اثار دقيق، مفيش حبوب، بس مفيش اثار دقيق، يبقى كده الدقيق السميد مظبوط. هنجيب هنا لو انت عايزه تعملي جوز هند، انا حطيت هنا 3 معالق جوز هند وشيل 3 معالق من السميد. يبقى لو انت عايزه تحطي جوز هند حسب زي ما انت عايزه تحطي مكان وتشيل السميد مكانه. اوكي، يبقى عندنا نص كيلو سميد. عندنا هنا هو سكر عادي 200 جرام، 200 جرام سكر عادي. وبعدين اللبن 135 جرام لبن، و135 جرام سمنة سايحة، وذرة رشة بيكنج بتاع ده فانيليا، رشة فانيليا. لو انت عندك الفانيليا بالسكر يبقى فيها ورقتين، انا بحط هنا رشة بسيطة، و100 جرام عسل جلوكوز، ورشة ملح صغيرة. يبقى انا هنا حطيت السميد مع جوز الهند مع رشة الفانيليا. هجيب رشة الملح عشان احطها ما انساهاش. رشة الملح دي بتعمل تعادل في الطعم وبتدي نتيجة حلوة في الطعم، يعني رشة صغيرة كده بصوا بين الصوابع كده اهي. ورشة الفانيليا، وهنقلب الخليط ده اهو، ونقلب الخليط ده كده، نقلبه كده. يبقى دي المواد الجافة اهي قلبناها. هنيجي بقى نجيب حلة على النار ونحط فيها الحاجات السائلة. هنا حلة هنحط اللبن كده اهو بسم الرحمن، ونحط السمنة، ونحط السكر، ونحط كمان العسل الجلوكوز. العسل الجلوكوز بقى نحطه ازاي؟ هناخد الحلة دي ونحطها على الميزان. عندنا الحلة هنا على الميزان اهو، وايه هنصفره ازاي؟ هندوس على الزرار كده، ادى كله زيروهات، وهنحط العسل والجلوكوز نصبه فيها. عايزين منه كام؟ 100 جرام، 100 جرام عسل جلوكوز اهو. هنحط كده 100 جرام ونبص على الميزان اهو. شوف الميزان اهو اهو. خلي بالك عشان ما 100 جرام. جايبه الصورة بحيث ان انتوا عارفين، لان عسل الجلوكوز ده مشكلة ان احنا نحطه بصراحة، بيلزق كده وتقيل وصعب. انا عملته كده بس عملت 2 جرام زيادة. يبقى كده تمام. حطينا 102. معلش بقى ايه، انا بصور ومش واخدة بالي. هنحط ده بقى كله على النار ونقلبه عشان يسخن.
يسخن وبعدين نشوف هنعمله ايه ازاي بقى. نحطه على النار ونقلب كده لغايه ما السكر يدوب ويسخن. الخليط غلى هنطفي عليه ونشيله على طول بسرعه. ريحه السمنه بقى ايه ما اقولكيش، تحفه، طالعه خالص. على طول على طول نحطها على نحط السميد على الحله، علشان طبعا الحله ايه بتحمل الحراره، لكن ده ازاز اللي انا بستعمله. هنحط كده بسرعه كده ونقلب بسرعه كده ونقلب بسرعه. طبعا مش بنقلب كتير، يا دوب يتجانس والسميد يشفى. خدوا بالكم احنا حطيناه اول ما غلى عليه على طول، مش يتسخنوا بس، لا غلى. اهي هي طريقة جميلة جدا واثبتت نجاحها. الصينية دي اهم حاجة طبعا 30 سنتي، مقاس الصينية 30 سنتي مهم جدا، لان لو انت جبتي صينية اقل هتلاقيها تخينة وما استوتش من جوه وتبقى لونها ابيض. لكن احنا نجيب صينية 30 سنتي تاخد نص كيلو وندهنها سمنة، وبعدين نحط الخليط عليها، ننزل الخليط كده وبيبقى شوفوا القوام عامل ازاي اهو. بصوا ده كده هفرغها كلها وهرجع عشان ما ياخدش وقت طويل. خلاص انا حطيتها كلها، هحاول بقى افردها ونشتغل على ترابيزه مستقيمه، متكونش معموله من جنب يعني مايله ولا اي حاجه، لازم تكون افقيه صح، متبقاش مايله من جنب وواطيه من جنب. كمان عشان لما نيجي نحط الشربات او السيرب يبقى كلها تبقى في سوا واحد وتشرب، يعني ميبقاش الشربات ينزل في الحته الواطيه ينزل كتير والحته اللي عليها تبقى قليله، تبص تلاقيها شربت من مكان وما شربتش من مكان. انا كده بوسع اهي بالمعلقه، طبعا خليط سخن اهي، هنوسع كده عشان مطولش عليكم الفيديو، بحاول يعني والله اختصر فيه. هوقف كده وبعدين ارجع تاني وهي شوفوا بقت ايه مسويه ازاي. وهنا خلاص بعد ما سويتها كده هحط بقى شويه بندق كده مكسر، عايزه بقى شويه فول، شويه اي حاجه عندك، مش عايزه اسيبيها ساده عادي خالص كده اهي. انا مرضتش اقطعها، قلت ايه بعد عشان انا مكسراه قوي، فقلت عشان هي تبقى زي بتاعه السوق كده الجاهزه. بس هوزع ده كده. وهنا طبعا مسخنين الفرن، هنحط الصينيه على الرف الصينيه ونسيبها 20 دقيقه 25 دقيقه. هنعمل الشربات بقى او السيرب بتاع البسبوسه، كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه. حطينا كوبايه والنص اهي، ولسه هنحط الكوبايه ونص ميه. حطينا كوبايه والنص اهي، ولسه هنحط الكوبايه ونص ميه. هنا الميه والسكر هنا والسكر ده خلاص، هنحط معلقه العسل الجلوكوز كبيره كده، معلقه حلوه كده كبيره ونقلب، وبعدين نحط نص ليمونه كده ونصفى كده نصفيها عشان التخن مينزلش، ويا دوب نقلب 10 دقايق كده الشربات جاهز. ونسقي الصينية أول ما تدخل وهي سخنة، نسقيها على طول. أهي يا بنات، إيه رأيكم؟ ما شاء الله تعالى حلوة. نسمي الرحمن ونحط الشربات. بصوا بسم الله ما شاء الله. لازم تخلوا الصينية محطوطة على استقامة واحدة
ما تبقاش باينه من ناحيه والناحيه لا، علشان لما تيجي تشرب من كلها، ما تبقاش في حته طريه وحته ناشفه. يعني خلوا بالكم من النقطه دي. اهي انا عملتها كده اهي، شوفوا نعملها كده اهو، ونسيبها 5 دقايق كده تشرب، وبعدين نصفي الشربات اللي فاضل. معلش يا بنات، الكاميرا كانت بتصور كده، بص لقيتها ما بتصورش على نص الصينية بقطع، فصورت الحتة اللي أنا لحقتها. أهي شوفوا بقى، أنا بقطعها لكم أهي عشان تشوفوها من ظهرها كمان، ظهرها زي وشها. يعني بصوا، لا عملت كراميل زي اللي هما بيعملوه ولا أي حاجة. يعني هو كل الحكاية إن هي مقادير وتركات معينة عملناها بس كده. بصوا الظهر بتاعها شكله ايه، بصوا دهبي ازاي، وطعمها بقى ما اقولكمش، ومرملة وجميلة جدا. جربوها بإذن الله، هتعجبكم بإذن الله.